بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات العلم الشرعي، ولا سيما القرآن الكريم، الذين يحافظون عليه تعلما وتعليما، وحفظا وتحفيظا، ودراسة ودراية، وفهما وعلما وعملا. فأبشروا، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وفي هذه السلسلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها صالحة، وأن يجعلها نافعة، وأن يجعلها في ميزان حسنات من قرأها ومن سمعها ومن تعلمها ومن عمل بما فيها ومن نشرها. أقدم لأحبابي سلسلة تساعدهم بإذن الله تبارك وتعالى على تثبيت حفظ كتاب الله عز وجل، فإن كثيرا من حفظة كتاب الله يعانون من المتشابهات اللفظية. والمتشابهات اللفظية في كتاب الله عز وجل إما أن تتشابه الآية في نهايتها مع آيات أخرى، وإما أن تتشابه الآية في بدايتها مع آيات أخرى، وإما أن تتشابه بعض العبارات مع بعض، وإما أن تتشابه بعض الألفاظ مع بعض، وإما أن تتشابه بعض الحروف مع بعض. فالمتشابهات في القرآن إما أن تكون في بدايات الآيات، وإما أن تكون في نهايات الآيات، وإما أن تكون في العبارات، وإما أن تكون في الكلمات، وإما أن تكون في الحروف. والذي يعنينا في هذه السلسلة المباركة هو تشابه الآيات من حيث نهايتها مع بعضها البعض. وأما باقي المتشابهات سأرجئها بإذن الله تبارك وتعالى إلى سلسلة أخرى. وأنا اخترت تحديدا تشابه الآيات من حيث نهايتها للأهمية، لكي يربط الحافظ الآية بالآية التي تليها، يربط نهاية الآية ببداية الآية التي تليها، حتى يكون على دراية بالموضع الذي يقرأه من حيث نهاية الآية التي يقرأها وبداية الآية التي سيقرأها بإذن الله عز وجل. أيها الأحباب، أبدأ مستعينا بالله، ولكن قبل أن أبدأ أود أن أطلب من أحبابي شيئا، وهو لابد أن يكون معنا مع كل واحد منا مصحفا، لأن تعلمنا وتعليمنا في هذه الدروس بإذن الله تبارك وتعالى معتمد على كتاب الله عز وجل. ولو أخطأنا في شيء أو لحنا في شيء سوف نصححه من كتاب الله عز وجل. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني، لابد أن يكون مع كل واحد منا ورقة وقلما لكي يدون ما سيتعلمه بإذن الله عز وجل، حتى لو نساه أو لو احتاجه في يوم من الأيام يرجع إلى ما كتبه. وهذا تقييد العلم الذي يحفظ لنا العلم بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، أبدأ مع حضراتكم من بداية كتاب الله عز وجل.
وأول آية في كتاب الله عز وجل هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أول آية في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي أول سورة في كتاب الله عز وجل من حيث ترتيب السور. أول آية فيها هي قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. آخر لفظة في هذه الآية هي لفظة الرحيم. وكلمة الرحيم إما أن تأتي في كتاب الله عز وجل معرفة بالألف واللام أي الرحيم، أو تأتي نكرة بدون الألف واللام أي رحيم. وحتى يثبت العلم في أذهاننا وفي صدورنا، وحتى نكون على دراية بالمتشابهات في لفظة الرحيم والمتشابهات في لفظة رحيم بدون الألف واللام، لذلك سأتكلم عن لفظة الرحيم على حدة ولفظة رحيم على حدة، هذا في لقاء وهذا في لقاء آخر. فالتي معنا في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل لفظة الرحيم. معنا أيها الأحباب 33 آية، معنا 33 آية انتهت في كتاب الله عز وجل بلفظة الرحيم بالألف واللام. 33 آية، منها 6 آيات سبق لفظة الرحيم لفظة الرحمن، فصارت الرحمن الرحيم في 6 مواضع. وفي 6 مواضع أخرى سبقت لفظة الرحيم لفظة التواب، فصارت التواب الرحيم في 6 مواضع أخرى. وفي 7 مواضع أخرى سبقت لفظة الرحيم لفظة الغفور، فصارت الجملة الغفور الرحيم في 7 مواضع. وفي 13 موضع سبقت لفظة الرحيم لفظة العزيز، فصارت اللفظة أو الجملة العزيز الرحيم في 13 موضع. وفي موضع واحد سبقت لفظة الرحيم لفظة البر، فصارت العبارة أو الجملة البر الرحيم في موضع واحد من كتاب الله تبارك وتعالى. نرجع إلى 6 مواضع التي يقول الله عز وجل فيها الرحمن الرحيم. أولها هي التي معنا في الآية الأولى من سورة الفاتحة، وكان بعدها قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فكانت الرحمن الرحيم الحمد لله، الرحمن الرحيم الحمد لله. هذا هو الموضع الأول من ال6 مواضع. أما الموضع الثاني فهو في نفس السورة، حيث يقول الله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أرجو من الإخوة إن كل واحد يكون فاتح المصحف بتاعه على الآية اللي إحنا بنقرأها، عشان خاطر لو حصل خطأ ولو حصل سهو نصحح بإذن الله عز وجل. الموضع الثالث في سورة البقرة الآية 163. كل واحد يفتح معايا المصحف عشان خاطر يكون على دراية. الآية رقم 163 ذكر الله عز وجل فيها اللفظتين الرحمن الرحيم، حيث يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جاء بعدها إن في خلق السماوات والأرض، الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. الموضع الرابع في سورة النمل الآية رقم 30. يجيب الموضع في سورة النمل الآية رقم 30. كل واحد يجيب معايا الموضع عشان خاطر نشوف الآية ونعرف الموضع مكانه فين بالضبط. في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فلفظة الرحمن جاءت في هذا الموضع، وجاء بعدها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. الموضع الخامس من لفظة الرحمن الرحيم في سورة فصلت
في الآية رقم 2. نجيب الموضع في سورة فصلت الآية رقم 2 في قول الله عز وجل: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. فلفظة الرحمن الرحيم في هذا الموضع جاء بعدها كتاب فصلت آياته. الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. آخر موضع في الست مواضع في سورة الحشر في آية رقم 22. نجيب الموضع في سورة الحشر الآية رقم 22 في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فلفظة الرحمن الرحيم في هذا الموضع جاء بعدها هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. هذه 6 مواضع جاءت فيها لفظة الرحيم، قبلها لفظة الرحمن، وبعدها المواضع بالترتيب حسب ما ذكرنا، وسأجملها في هذا القول. أول موضع الرحمن الرحيم، بعد منه الحمد لله. ثاني موضع الرحمن الرحيم، بعد منه مالك يوم الدين. ثالث موضع الرحمن الرحيم، بعد منه إن في خلق السماوات والأرض. رابع موضع الرحمن الرحيم، بعد منه ألا تعلوا علي. خامس موضع الرحمن الرحيم، بعد منه كتاب فصلت آياته. آخر موضع الرحمن الرحيم، بعد منه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. معنا أيضا 6 مواضع جاء قبل لفظة الرحيم لفظة التواب، فصارت التواب الرحيم في 6 مواضع. الموضع الأول منها في سورة البقرة في الآية 37. نفتح المصحف ونجيب الموضع سورة البقرة الآية 37. نعم، في قول الله عز وجل: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. جاء بعدها: قلنا اهبطوا منها جميعا. إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا. ده أول موضع في التواب الرحيم في سورة البقرة في الآية رقم 37. الموضع اللي بعد كده آية رقم 54 في الصفحة المقابلة مباشرة: إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى. ده الموضع الثاني من التواب الرحيم في الآية رقم 54 من سورة التوبة. الموضع الثالث أيضا في سورة البقرة الآية رقم 128. فالموضع الأول في سورة البقرة آية 37. الموضع الثاني في سورة البقرة أيضا في سورة البقرة آية 54. الموضع الثالث في سورة البقرة أيضا آية 128. نجيب الموضع آية 128 في سورة البقرة. آية 128 في قول الله عز وجل: إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا. التواب الرحيم جاء بعدها ربنا وابعث فيهم رسولا في الموضع بتاع 128 في سورة البقرة. الموضع الرابع أيضا في سورة البقرة في الآية 160. نجيب الموضع مع بعض. الآية 160 في سورة البقرة في قول الله عز وجل: وأنا التواب الرحيم. جاء بعدها: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا. وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا في سورة البقرة آية 160. وده الموضع الرابع معانا. الموضع الخامس في سورة التوبة آية 104. الموضع الخامس في سورة التوبة آية 104 في قول الله عز وجل: